السلام عليكم. طبعا انا بكلمكم النهار قبل الماتش اهوت. الماتش النهارده الساعه 6 الاهلي والمحله، وانا بعمل فيديو حالا. للاسف الكهرباء قطعت، التكييف كان مخلي الجو عالمي. معلش بقى يعني. المهم النهارده عندنا ماتش الاهلي وغزل المحله الساعه 6. الاهلي عنده غيابات كتير جدا. مش هنتكلم في امام عاشور لان امام عاشور غايب من ماتشات كاس العالم، فهنتكلم في الغيابات الطارئه اللي هي ياسين مرعي ومحمد هاني والباك الشمال. ما بعتبرش محمد شكري غياب لان محمد شكري لعب معانا ماتش واحد، او نقدر نقول لعب معانا شوط واحد يعني محمد شكري، وبعد كده جاله شد ومش عارف ايه ومصاب. فاحنا عندنا النهارده الجبهه اليسرى غالبا اللي هيلعب فيها. انا اتوقع مين او انا اتمنى مين؟ انا عايز العش اللي يلعب فيها. العش باك شمال او سرد باك قوي، وشفناه. وشفنا كوكا كباك شمال. انا ما بيعجبنيش كوكا ولا في الباك الشمال ولا في وسط الملعب بصراحه. هو اقل لاعبي الاهلي في نص الملعب، واقل لاعب ممكن يلعب باك شمال. بس هو النهارده ريبيرو هيبدا بكوكا. ليه؟ انا مش عارف ايه قناعاته بكوكا. هو عماد النحاس انا مش عارف. فهو هيبدا بكوكا النهارده. هيبدا بكوكا باك شمال، وبيكهام واشرف داري وكريم فؤاد باك يمين. طبعا مصطفى شوبير اعتقد هو اللي هيبدا حارس مرمى. السته اللي بعد كده معروفين: اليو ديانج، بن رمضان، زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، محمد شريف. مفيش اي حاجه النهارده صعبه على فريق زي الاهلي غير انه بيلعب في ملعب غزل المحله، اللي طول عمر الملعب ده صعب بغض النظر عن الاهلي قوي. الاهلي سكواد قوي جدا. الاهلي لا، الاهلي فايق او مش فايق، طول عمر ملعب غزل المحله صعب. الملعب بالنسبه لملاعب استاد القاهره وبرج العرب والملاعب دي ملعب صغير شويه. الجمهور قريب شويه من الملعب. دايما في الماتشات دي الجمهور بيملى الملعب. انا بحب في الماتشات دي انها ماتشات جماهيريه. الاهلي وغزل المحله بتلاقي جمهور الاهلي موجود ورا الجون وبعدد كويس جدا، لان مش بيجوا من القاهره بس، ده من عندنا هنا من وفيه جمهور بيروح، جمهور من طنطا بيروح. غالبا كان زمان الاهلي بيجي يبات في فندق عرفه اللي هو في طنطا عشان يروح يلعب ماتش غزل المحله ده. كان ليله ما بيبات فندق عرفه جمهور الاهلي بيحتشد حوالين الفندق ده بالليل. ما اعرفش دلوقتي بيباتوا في المنصوره بقى ولا فين بصراحه يعني. المهم الماتش النهارده هيبقى صعب على النادي الاهلي. التشكيل ما فيهوش كلام. اهم حاجه طريقه اللعب، ان انا ما حدش يستلم وهو واقف في مكانه. انا الماتش اللي فات عجبني جدا زيزو حريه الحركه هو وبن رمضان. ما عجبنيش تريزيجيه، لسه مش ده تريزيجيه. اشرف بن شرقي طبعا ما فيش كلام. علامه الاستفهام الوحيده تريزيجيه ومحمد شريف، رغم انه احرز هدف. محمد شريف بيظهر على فترات. تريزيجيه مش هو تريزيجيه. تريزيجيه عدلته ناحيه الشمال. بس لو جيت تقول لي مين اللي يلعب هو ولا بن شرقي، انا افضل بن شرقي. وكنت يعني اتمنى الراجل يدخل تريزيجيه في قلب الملعب ويلعب بزيزو طرف يمين، او يخلي حريه حركه بين الاثنين زيزو وتريزيجيه. هنشوف النهارده الاهلي هيعمل ايه. انا بقول لكم من قبل الماتش ما يبدا برضو المحله هتلعب في تلت ملعبها وهتلعب على المرتدات، وده هيصعب الماتش شويه على الاهلي. الماتش ده انا بقول لكم ماتش جراديشار، لان الماتش دوت الزون، الماتشات الزون ديفنس مش محتاجه لعيبه بتاعت سرعات، محتاجه لعيبه بتمسك الكوره تحت رجلها كويس. جراديشار جوه المنطقه بياخد العالي كله. هنشوف الراجل هيبدا ازاي، بس غالبا هو هيبدا بشريف وهيبدا بالسته اللي قدام اللي انا قلت عليهم، وهيبدا بكوكا باك شمال. كوكا ده مش تمني، توقع. اتمنى ايه؟ اتمنى العيش، واتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي. وهنشوف طبعا، هنعمل فيديو ان شاء الله بعد المباراه باذن الله.